الفكره الاي اي بقى جه قال لك بص في خيار ثالث ظريف ولذيذ، قال لك انت هتيجي تكلم هذه الماشين وتقول لها انا عايز اعمل كذا وهي تطلعه لك. انت واخد اتجاه ان الناس متجهه للاي اي من غير ما تكون متعلمه العلم اللي ورا البيزنس اللي عايزين يشتغلوه على الاي اي. قول لي رايك في الحته دي وشايفها المفروض تمشي ازاي؟ طيب خلينا بس كده ناخد ستيب باك ونتكلم الاول، يعني موضوع الاي اي ده بيفيد في ايه يعني، حلو او قوي. بيساعدنا في ايه. زمان احنا كان عندنا انت عايز تعمل مثلا موبايل ابلكيشن، او عايز تعمل ويب سايت، او عايز تعمل اي بروجكت في الدنيا، انت ما كانش قدامك غير خيارين اتنين: يا اما تروح لشركه او اشخاص او ايا يكن يعني يبداوا ان هم يظبطوا لك السوليوشن ده بنيتيف كود وبتاع ومش عارف ايه، او ان انت تلجأ لخيار ان انت تتعلم انت بنفسك، سواء هتتعلم تاخد اللونج واي ان انت تتعلم برمجه كنيتيف كود، او ان انت تروح تستخدم حاجه جاهزه مثلا زي وورد بريس تساعدك في الموضوع ده. الفكره الاي اي بقى جه قال لك بص في خيار ثالث ظريف ولذيذ، قال لك انت هتيجي تكلم هذه الماشين وتقول لها انا عايز اعمل كذا وهي تطلعه لك. فده الى اي حد هو كويس والى اي حد هو وحش، مم. لان مفيش اي حاجه في الدنيا بتيجي يعني بتبقى صافيه من العيوب يعني. طبعا. الاي اي فتح مجال لناس كتيره جدا غير متخصصه ان هي دلوقتي تقدر تترجم الافكار اللي في دماغها لمنتجات شغاله. طب بس المنتجات اللي شغاله دي شغاله لحد انهي فيز بالظبط؟ لان هو يعني فكره ان انا ابيع لك الوهم واقول لك انت هتروح تكلم الاي اي هيعمل لك بكره الصبح ابلكيشن زي ميتا او فيسبوك او انستجرام او بتاع بالسكيل ده، مستحيل. او واقل من السكيل ده كمان. بس الفكره الحسنه الكبيره للاي اي دلوقتي ان هو بيقدر يترجم لك الفكره اللي في دماغك ويعمل لك بروف اوف كونسبت عليها.